يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم، احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا واحلى متابعين. انا برحب بكل المتابعين الجداد، شرفتوني ونورتوني. النهارده بقى معانا روتين كده حلو، تفريزات وتخليل وكده. جبت الطماطم ديت، طماطم رخيصه اليومين دول، فرصتك ان انت تجيبي وتفرزي بجد والله. واللفت طبعا لا غنى عنه في طول الشتاء، انا من عشاق اللفت. جبت 6 كيلو، تمام. وجبت وهنعمل بقى ايه. اول حاجة هنعملها، نعمل غدانا الاول. انا جبت ربع لحمة مفرومة وحطيته على السمنة وحطيت حلة المية على النار تغلي. يعني بص، تبقى ايدي هنا وهنا ملح وفلفل اسمر. معلش بقى الدنيا مغيمة، كنت بصور الرنج لايت ما كانش موجود قدامي وكنت مستعجلة. جوزي جه وانا كنت لسه ما عملتش غدا بامانه يعني. فوقفت في المطبخ كده على طول على طول. حطيت البصل، وبعد ما حطيت البصل بصلتين حلوين كده، حطيت 4 طماطمات كده، ضربتهم في الكبة عشان ما يبقوش عاملين ميه كتير، غير لما تضربيهم في الخلاط. حطيت الملح وحطيت المكرونه تتسلق، وهي البتاع اهي قدامكم، اللحمه المفرومه بتتسبك معانا بالطماطم. لو ما عندكيش طماطم وعندك صلصة حطي صلصة، هي حلاوتها بتبقى بالصلصة، بس انا ما كانش عندي صلصة. هنا بقى هنعمل اللهم صل على سيدنا محمد. ايه هنعمل ايه؟ قولوا انتوا. هنعمل البشاميل. دماغي في البلالة خالص. هنعمل البشاميل بقى كده. نحمر الدقيق. حسيت ان هو محتاج حبة سمنة، زودت شوية. طبعا اليومين دول الدنيا عالجنط خالص، فجايبة سمنة كيس سايبة يعني. هنا بقى بعد ما اتحمرت حطينا اللبن، ده لتر لبن. دي بقى طبعا مراية الدجاج اللي هي معانا، مش تبع المقاطعة. انا مبجيبش اي حاجة تبع المقاطعة، دي كده اسمها قطعة. مراية دجاج قطعة. بنجيب بقى بنقلب وبنحط ما بنحطش مية بقى ولا كده، لا بنحط المية بتاعت سلق المكرونة عشان تدينا نشا زيادة. ملح وفلفل اسمر وجوزة الطيب. ما بتحطيش جوزة الطيب براحتك، ما تحطيهاش. انا بقى زودت برضو مية، كنت صفيت المكرونة وحطيت حبة في الطبق عشان اعرف اصفي المكرونة. انا عاملاه خفيف عشان خاطر انا سلقة المكرونة، مش سلقها سلق كامل، سلقها 3/4 سوا كده. حطيت بقى معلقتين بشاميل على المكرونة وقلبتها. بعد كده هحط شوية من فوق. وبعد كده هنحط هنحط اللحمة المفرومة في قلبك يا جماعة، في قلبك. المكرونة بالبشاميل دي كده. الواحد مهما يعمل نجريسكو والكلام ده، بس برضو ما يغنيش عن طعم المكرونة بالبشاميل يا جماعة، الأصل اللي احنا متربيين عليه. هنا جبت بيضتين عشان احطهم على حطيتهم على البشاميل عشان خاطر الوش يتحمر معانا. طبعا انا كنت مستعجلة جدا، فرحت مشغلة الشواية عليه عشان تتحمر. يعني حطيتها في الفرن استوت شوية، عشان انا بحبها تاخد تحميصة كده من القعر، مبحبش اكلها طرية كده.
بصوا كده، شايفين؟ في قلبك في قلبك. حطيناها تستوي طبعا، ودينا شغالة. نحط ايه بقى؟ اللفت هنجيبه ننقعه. شايفين اللفت وجماله وحلاوته؟ متنقع على الفرازة يا بنات، على الفرازة. هنقعه شوية عشان خاطر ايه؟ الطينة اللي فيه. لو جيتي قشرتيه كده وهو في الطينة هتبص تلاقيها ايه بقى بتلزق فيه. ده بقى الليمون اللي انا كنت عاملاه. الليمون بدأ يغلى بقى يا جماعة. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ كنت عاملة برطمان كبير وفاض كام ليمونية كده، رحت حطاهم. ده دول من البرطمان القديم اللي هم فوق دول، لكن الباقيين تحت. ورحت مكملاه بالفلفل. تحفة يا جماعة، تحفة اقسم بالله. وعارفين الفلفل مقرمش بطريقة مش طبيعية. يعني بقى كنت خلصت. شايفين؟ شغلت عليها الشواية طبعا عشان مستعجلين وعايزين ياكلوا، مش صابرين. لهوجوني يلا 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 يلا. قلت لهم حاضر، هغرف اهو. شايفين؟ شايفين؟ في قلبك يا جماعة. معلش انا كنت متأخرة عليكم في الفيديوهات عشان انا قسما بالله انا خدت دور برد. رقدت اسبوع في السرير، والله العظيم اسبوع يا بنات. ما قادرة اتحرك من مكاني. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا بقى بعد ما اتغدينا وشربنا الشاي قلت ايه، دي ليفة نضيفة طبعا دعكوا بيه عشان خاطر الطينة، ومهما تغسليه برضو بيقعد يطلع طينة. هنا خلصنا كله. اغسل الطبق طبعا مكان الطينة اللي لازقة فيه. مكان ما كنت نقعاه يعني كان فيه طينة كتير كتير قوي. انا من عشاق المخللات واللفت ده يا جماعة. يا خرابي يا خرابي، ما اقدرش يبقى فيه شتا كده وما ما اجيبش لفت واخلله. بقطعه طبعا بالقطاعة دي بيبقى شكله حلو كده، عامل زي بتاع بره. ما عندكيش قطعيه بالسكينة عادي يعني، مش هنقف يعني على حاجة. كان نفسي اجيب جزر بقى واحطه له، بس ما نزلتش، وما كانش معايا فلوس وانا بجيبه عشان اجيب جزر يعني واحطه معاه. ان شاء الله اجيب نص كيلو حتى، بس مش مشكلة تتعوض مرتين. الشتا لسه الشتا طويل. انا هنا كنت نسيت ان انا اقشر الحتت اللي بيبقى فيها الفتل دي. افتكرت بقى وبدأت ان انا اقشره. بنتي طبعا بتحب العروق دي، فبتقول لي خليها يا ماما ما ترميهاش، انتوا عارفين انا عاملاه معاكم قبل كده. انا خلصته طبعا لازم اعمله تاني عشان الطينة. عقدتي انا الطينة بتاعت اللفتي دي. انا خلصته كله. نجيب بقى ايه؟ ملح، نرش عليه ملح ونسيبه بقى لغاية تاني يوم. عايزة تسيبيه ساعتين تلاتة سيبيه. انا سيبته لتاني يوم عشان انا كنت عاملاه بالليل وما كنتش قادرة بقى ان انا اسهر ايه واعمله. جبت هنا كده قرن فلفل للشكل بس، يعني عندك فلفل حامي احمر حطيه. انا ما كانش عندي، انا كان عندي واحدة كده الوان احمر. قلت ايه عشان تديني شكل بس كده فين في البرطمان. والله ابني شافني وانا عماله اقلب فيه قال لي يا ماما عاش يا ماما عاش جامد يا ماما. وانا بقلب فيه الفلفل كده كان واقف معايا في المطبخ. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ بيقول لك العين بتاكل قبل الايه، قبل البق. يعني تشوفي الحاجه كده تحبيها من شكلها. انا بقى بقلبه تقليبه حلوه بقى كده مع الملح والفلفل. وهسيبه بقى ايه لتاني يوم. ابني هنا قال لي يا ماما البتاعه فيها حبه حمر، حطي ايه؟ هحط حبه ميه صغننين واحطهم. قلت له حطي يا حبيبي. بيفكر زيي برضو، مش بيحب يبذر حاجه، بيحب يستغل كل حاجه. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، هو واخواته.
هنا بقى جبنا الطماطم بعد ما عملنا البتاع. بصوا كل ده في يوم واحد، كله الواحدة عاملة زي الأخطبوط، ايديه في كل حتة، شغالة في كل حتة. ربنا يدينا الصحة يا رب. بس التعب ده حاجة وحشة اوي والله يا جماعة، ربنا ما يرقد لكم جت يا رب. والله العظيم جالي دور برد مع اني خدت حقنة اللي هي 2 في 1 دي. ده انا عييت انا وجوزي في يوم واحد قسما بالله. يعني الواحد المفروض ايه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني لو انا تعبانة وهو سليم هو هيخدمني، هو تعبان انا سليمة هقدر اخدمه. لكن احنا الاتنين راقدين راقدين بمعنى الكلمة يعني، والله العظيم ما كناش قادرين. اتصلنا بس جوز بنتي الله يبارك له، اتصل بالصيدلي جالنا ادى لجوزي طبعا الحقنه وملالي الحقنه بتاعتي وجوزي الدهان. الحمد لله الحمد لله يا جماعه. هنا بقى ده كده ايه، نخلص بقى ايه، نحط اللفت بقى بعد ما سيبناه. طبعا ده بتاع بنتي عشان خاطر بنتي ايه، قالت لي حط لنا فلفل يا ماما. انا ما اقدرش احط فلفل عشان ما يبقاش حراق، عشان الحاج صاحب البيت. دي بقى الميه اللي طلعت منين، الميه اللي طلعت من اللفت. انا ما برميهاش، انا بخلله بيها. ومش اول مره اخلله بيها عشان ما تقولوليش هيسود ومش يسود، ما بيجرالوش اي حاجه قسما بالله. خدوا من اختكم هند بس كده واسمعوا الكلام ومش هتندموا ان شاء الله. انا مش بجيب لكم اي حاجه يعني. طبعا انا كنت نسيت احط في بتاع بنتي بنجر. انا ما بحطلوش بنجر، انا بسيبه على حماره كده يتحمر منه فيه يبقى بنك كده. لكن جوز بنتي بيحب لونه كده غامق فوشي. قلت له عيني يا حبيبي اللي انت عايزه. طبعا ما حطيتش البتاع، احطه بعدين عشان انا كنت نسيت وايه وشيلته. هنا بقى الصلصه بعد ما اتسبكت واتضربت، بعد ما اتضربت واتسبكت وسبتها بردت بقى. ده كده تالت يوم، البتاع اتعمل على 3 ايام بسبب الصلصة دي. بصوا البتاع الاسباتيولا دي اختراع يا جماعة، اختراع. شايفين اخر حبة دول؟ طبعا لازم تخرجي منه الهوا كده وتفرديه عشان ايه ما يبقاش مكلكع كده في البتاع. تيجي تحطيه في التلاجة تفرديه ما يبقاش كلاكيع كلاكيع كده، وتبقي مش عارفة ترصي الحاجة من كلكعتها. طبعا لازم اقص الحتة اللي فوق دي عشان ما يلزقوش في قلب بعض. بس كده خلصنا وظبطنا الزبابيط. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ملينا بيتنا خير ب50 جنيه، 30 جنيه طماطم و20 جنيه ايه لفت. ايه رأيكم بقى؟ هنا طبعا جبت البنجرية عشان احطها عشان ما نتحطش في البلاك ليست، عشان جوز بنتي ما يزعلش. درش على زعلك يا زازا. ربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له ويرزقه برزق اولاده يا رب. بص هنا بقى بحطه. انا بقى ما بحبش كده، ما بحبش احط له بنجر خالص، بحبه على لونه البنك كده. في ناس بتحبه في وش الاكل، اذواق، كل واحد بياكل على الايه، على مزاجه. بيقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. هنا بقى خلصت وظبطت الزبابيط. ايه رايكم؟ تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. باي باي.